بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف السابع الكرام. وصلنا مع بعض إلى حل أسئلة الدرس الخامس، الجمع بين الصلاتين، وننتقل سوية إلى حل أسئلة الدرس. أختبر معلوماتي، أبين المقصود بالجمع بين الصلاتين، فنقول أداء صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما. يعني يا إما بنصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع بعضهم في وقت الظهر، أو نصليهم جمع تأخير في وقت العصر، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. أحدد الصلوات التي يصح الجمع بينها، فنقول الظهر العصر مع بعض أو المغرب والعشاء. 3. أعلل أباح الإسلام لنا الجمع بين الصلاتين، فنقول رفعا للحرج والمشقة. 4. أستنتج شرطين من شروط الجمع بين الصلاتين، فنقول السفر والمطر الشديد. 5. أبين الحكم الشرعي بوضع جائز أو غير جائز أمام كل مما يأتي. ألف. سافر عمر من الطفيلة إلى عمان فجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، فهو جائز بسبب السفر. ب. جمعت رقية مع المصلين في المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، فهو جائز. ج. سافر إبراهيم من جرش إلى العقبة بعد صلاة الظهر، وفي الطريق دخل وقت العصر فنوى جمع صلاة العصر مع صلاة المغرب، فهي خاطئة لأن الجمع يا إما بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وبك أعزائي الطلاب نكون انتهينا من حل أسئلة هذا الدرس. نلتقيكم إن شاء الله في الدرس السادس، التلاوة والتجويد، تطبيقات على مخرج الحلق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.